جاء صحابي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يشتكي ذنبا اقترفه، إنه خلا بامرأة وهي لا تحل له. انطلق إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم خائف ويترقب ويخشى من شؤم هذا الذنب، وإنه لذنب عظيم. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سكن من روعه ثم تلا عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إنها كفارة لها. فقام صحابي جليل قال: يا رسول الله، هل هي لهذا خاصة؟ قال: لا، للناس عامة. والحديث في مسلم. تأمل أن هذا الذنب كفر بأداء صلاة الجماعة. نحن لا ندعو إلى أن يرتكب الإنسان الذنب ثم يذهب إلى الصلاة متعمدا للذنب. نقول: إذا وقعت، إذا فعل الشيطان بك وجرك إلى أوديته وحفره، فانطلق إلى الله جل وعلا وصل صلاة الخاشعين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، هي تنهاك ألا تصل للذنب، وإذا وصلت للذنب أيضا هي تكفر الذنب. لذلك حمدا لله وشكرا على أن فتح لنا بعد الذنب بوابات إلى التوبة. أتبع السيئة الحسنة تمحها، استغفر من الذنب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.